السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة وسهلة وكلنا بنستخدمها يوميا وهتوفر علينا كتير جدا. هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي اللي بتتباع في السوبر ماركت. هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبمقادير كلها من البيت، وهتطلع بقوام وبطعم أحلى من بره بمليون مرة. وكمان ده كفاية ان احنا عاملينها في البيت، يعني عارفين كل المقادير اللي محطوطة فيها، فهتبقى اكيد احلى واطعم من بره بكتير، ونتيجتها بجد خطيرة. شوفي ازاي الجبنة بتتفرد بسهولة ازاي، بجد حلوة جدا جدا. طعمها خطير، انا من ساعة ما عملتها واولادي ما بياكلوش اي انواع جبن تانية غير الجبنة دي، بجد حلوة جدا جدا. وقبل ما نبدأ الوصفة يا ريت ما ننساش نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. هستخدم كوبايتين من الحليب، ولازم الحليب يكون كامل الدسم ويكون نوع كويس، والكوباية دي 250 ملي. هضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق. ما تقلقيش من طعم الدقيق، الدقيق ده لسه هيستوي معايا على النار دلوقتي ومش هيبقى ليه اي اثر في الخليط، هو بس بيدينا قوام. وهنضيف معلقة صغيرة مليانة من الملح، وربع معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الحليب البودر. الحليب البودر اختياري، ومعلقتين كبار من الخل، وده طبعا مهم جدا عشان نحول الحليب بتاعنا الجبنة. وربع كوباية من الزبدة السايحة، ولازم تكون نوع كويس عشان طعم الجبنة يكون كويس. وربع كوباية من الزيت. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما تكون ناعمة ومفيش فيها اي تكتلات ابدا. وعشان اتأكد ان مفيش فيها اي تكتلات هاخدها برضو في شفشق الخلاط وهضربها ضربتين كده عشان القوام يبقى ناعم. وهضيف عليها بقى في الوقت ده مكعبين من الجبنة المثلثات. اختاري اي نوع جبنة انت بتحبيه، علشان النوع اللي هتختاريه هو ده اللي هيبقى طعم الجبنة بيه. ولو ما عندكيش جبنة مثلثات ممكن تستغني عنها، بس في مكون تاني اساسي لازم تضيفيه هقولك عليه دلوقتي. وبعد ما خلطنا كل المكونات كويس جدا في الخلاط، هجيب برضو مصفى ضيقة وهصفي كل الخليط ده في حلة على النار، وهبدأ اقلب الخليط ده كويس جدا، وايدك ما تتشالش منه خالص، تفضلي تقلبي لحد ما القوام يبدأ يتقل معاكي واحدة واحدة. وطبعا لازم النار تكون هادية ما تبقاش عالية علشان الخليط ما يتحرقش منك. هتلاحظ ان الخليط هيبدأ يتقل معاكي واحدة واحدة، بس انا طبعا هسرع الفيديو لانه بياخد وقت شوية. وبعد ما الخليط بدأ يتقل ويتماسك بالشكل ده، هبدأ بقى اضيف المكون اللي انا قلتلك عليه، اللي هو اصلا بديل الجبنة المثلثات. هضيف معلقتين كبار من القشطة، اللي هي القشطة بتاعت وش الحليب او القشطة الجاهزة من بره. بس طبعا لو انت ما حطيتيش جبنة مثلثات فانت ممكن تحطي 4 معالق من القشطة، 4 معالق كبار. وكمان لو انت حبيتي تضيفي الجبنة المثلثات مع القشطة فده برضو حلو جدا، هيدي طعم غني اكتر للجبنة الكريمي بتاعتنا. اول ما هتضيفي القشطة على الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي، هتحس ان الخليط ما عادش كريمي زي الاول، هتحسيه بقى خفيف. بس عادي مفيش مشكلة، هنفضل برضو مستمرين في التقليب غلوتين 3 كده، وهتلاقي القوام رجع كريمي تاني وهيبقى حلو جدا معاكي. وبكده خلاص الجبنة بتاعتنا بقت جاهزة. شفتوا القوام حلو ازاي؟ بجد حلوة قوي قوي. وطعمها انا دقتها في الوقت ده وهي لسه على النار، بجد طعمها نفس الجاهز بالظبط ويمكن احلى كمان. وعشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات في الجبنه بتاعتي والجبنه بتاعتي كريميه زي الجاهزه بالظبط ومفيش فيها اي حاجه غريبه، هاخد الخليط ده بعد ما يهدى شويه وهحطه في الخلاط وهضربه ضربتين عشان الجبنه بتاعتي تبقى كريميه ومفيش فيها اي تكتلات خالص. والخطوه دي مهمه علشان تطلعي الجبنه بقوام كريمي. وهي دي الكوبايه اللي انا بجيبها من بره، الكوبايه ديت 240 جرام، بس انا هستخدم البرطمان علشان يكون محكم الغلق اكتر، فانا هحط في دي واحط في دي. البرطمان ده 320 جرام. انا مليت البرطمان والكوباية كاملين، يعني بكوبايتين حليب بس عملت حوالي نص كيلو من الجبنة. شوفي بقى الكوباية الصغيرة دي لوحدها بكام دلوقتي؟ الكوباية دي دلوقتي تقريبا ب80 جنيه. يعني انا دلوقتي شوفي وفرت قد ايه. وطعمها حلو جدا، موثوق فيها، مش حاطة فيها اي مكونات غريبة. طعمها بجد حلو جدا جدا. انا نفسي اتفاجئت لما انا عملتها،
لان انا بصراحة اول مرة اعملها، ولما عملتها حبيتها جدا. طعمها حلو، طعمها غني قوي، ومفيش فيها اي مادة حافظة ولا فيها اي حاجة غريبة. بجد جميلة جدا جدا، اولادي حبوها قوي قوي. عشان كده حبيت ان انا اشارككم الوصفة ديت، واقول لكم فعلا انها حلوة جدا، وجربوها وبجد مش هتندموا. وهسيب لكم كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف عشان تعمليها وتطلع مظبوطة معاكي. دلوقتي انا بعد ما حطيتها في البرطمانات سبتها تبرد على الرخامة خالص، وبعدين غطيتها ودخلتها التلاجة لتاني يوم. وده القوام بتاعها تاني يوم. بجد قوامها حلو جدا جدا. بتتفرد بسهولة. انا عايزة اقولك ان انتي لازم تجربيها، لو جربتيها بجد هتنبهري بالطعم وهتنبهري بالقوام وهتنبهري بكل حاجة فيها. بجد حلوة قوي قوي. شوفي ازاي بتتفرد على العيش، بجد حلوة جدا، ناعمة قوي قوي. وريحتها جميلة وطعمها يجنن. بمقادير بسيطة خالص عملنا احلى جبنة كريمي. ولو انت عاوزة تضعفي الكمية ضعفيها بجد وعلى ضمانتي. بجد حلوة جدا جدا، مفيش فيها غلطة. يعني بجد لو فيها حاجة كنت قلتلك ان عيبها كذا. لا بجد جميلة جدا. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، واستنى رأيكم في الكومنتات.